في الفيديو اللي فات عملنا من الطبق البلاستيك ده حامل شموع وطبق تمرية من الجبس بدون اي قوالب، ودي كانت الفكرة الاولى من الطبق البلاستيك ده، والحمد لله ان الفكرة عجبتكم جدا وشكرا جدا على التفاعل في الفيديو اللي فات. والنهاردة بقى هنعمل فكرة رقم 2 وهي مبخرة على شكل هلال رمضان 2026 من الجبس بدون اي قوالب. والمفاجأة ان فكرة النهاردة مستوحى من شكل شفته على شيء ان وسعره غالي جدا، احنا النهاردة هنعمله ببلاش وكمان هنعمله بطريقتنا واحلى كمان من الصورة. فتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف هنعمله ازاي ويا ترى هيكون احلى من بتاع شيء ان ولا لا. تابعوا معايا الفيديو للاخر واحنا هنعرف النتيجة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه، واعملوا لايك حلو زيكم ويلا بينا على الادوات. هنحتاج طبق تسالي على شكل هلال كده بلاستيك بيجي من محل الادوات المنزليه، وطبعا البديل ليه قطعه كرتون ونرسم عليها الهلال عشان تكون القالب بتاعنا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. وهنحتاج اي بوله كده حجمها كبير عشان هتكون قاعده الهلال. وغطا لمبه ده هيكون الجزء بتاع المبخره وهنعمل فيه كده المبخره اللي هنثبتها على الهلال. وكمان هنحتاج اي علبه كنز فاضيه كده، العلبه دي كانت موجوده عندي، هحتاج كده الجزء ده كده هقصه بالقطر عشان استخدمه في المبخره، وكمان هحتاج سبراي باللون الذهبي. وبس هي دي كل الادوات اللي انا هحتاجها ويلا بينا على الطريقه. حطيت كل القوالب اللي هحتاجها قدامي كده، واول خطوه هندهن كل القوالب اللي انتوا شايفينها دي بزيت كويس جدا. هجيب اول حاجه كده الزيت وهبدا ان انا احط كده نقطه في كل واحده علشان الجبس ما يلزقش ويطلع بسهوله. حطيت الزيت كده على القوالب وهجيب بقى الفرشه او اي منديل كده وهبدا ان انا اوزع الزيت بالطريقه دي. بعد كده بقى احضر خليط الجبس، حضرت كده 3 كوبايات من الجبس بالشكل ده، وجبت اي علبه كده اللي هقلب فيها الخليط بتاع الجبس. اول حاجه بحط كوبايه ونص ميه، بعد كده بحط اول كوبايه من الجبس كده وبفضل ان انا اقلب كويس، وبالتدريج كده بحط كوباية الجبس التانية وهقلب كويس برضو. وبعد كده برضو اخر حاجة هحط 3 كوبايات جبس وهقلب كده لحد ما يبقى القوام بتاعه مظبوط. انا المرة دي عايزة القوام بتاعي سميك شوية مش متوسط زي ما عملنا في الفكرة اللي فاتت، لان انا هعمل الهلال على شكل ستاند كده فعايزاه يبقى تقيل كده ويكون ماسك نفسه. هصب خليط الجبس في الهلال بالشكل ده واوزع الخليط بالتساوي كده عشان يطلع الهلال معايا مظبوط وما يكونش سميك من جنب ورفيع من جنب التاني. هخبط بقى خبطتين كده علشان اطلع اي بابلز او فقاعات هوا من الجبس بالشكل ده. هجيب بقى اي علبة كنز فاضية كده علشان الجزء اللي فوق ده هنحتاجه كده في المبخرة بتاعتنا. قصيت الجزء ده بالمقص بالشكل ده، وده هيبقى مكان نحط فيه الفحم والبخور. بعد كده هحطه بقى كده على جنب، وهجيب بقى غطا اللمبة ده كده علشان نعمل المبخرة، وعلشان اضمن ان هي تكون ثابتة معايا وانا بصب الجبس هجيب اي علبتين كده عندي. انا جبت علبتين الدواء دول كده علشان اثبت بينهم الغطا بتاع اللمبة ده في النص، وصبيت الجبس بالشكل ده. وبعد ما صبيت الجبس بالطريقة دي كده هخبط خبطتين كده عشان اي بابلز او اي فقاعات هوا تطلع من الجبس بالشكل ده. بعد كده بقى اجيب القطعة بتاعة الكنز دي كده وهثبتها في نص الخليط، وهنثبتها بايدينا كده لمدة دقيقتين لحد ما تثبت. وده كده شكل الهلال وقطعة المبخرة دي بعد ما الجبس نشف لمدة ساعتين كده. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ عشان اطلعها كده من الغطا اللمبة ده قصيتها بالقطر كده بالشكل ده، وبقت معايا ناعمة جدا ومش محتاجة اي صنفرة. بعد كده بقى هنطلع الهلال بكل سهولة. شايفين بقى لما ندهن زيت بيحصل ايه؟ بتطلع بكل سهولة جدا ازاي ومش محتاجة برضو اي صنفرة، وشكل الهلال حلو جدا اللهم بارك. وعلشان نثبت المبخرة على الهلال في الجزء ده كده هجيب بقى المبخرة كده دلوقتي وهبدأ ان انا احطها كده اشوف شكلها الاول قبل ما اثبتها. بعد ما ظبطتها كده وعرفت شكلها هثبتها فين على الهلال. بعد كده جبت القطر وبدأت ان انا اعمل تجويف في الجزء ده على الهلال علشان اثبت عليه المبخرة، واستغليت ان لسه الهلال فيه كده نسبة رطوبة وما نشفش كويس، وبدأت ان انا اعمل بقى التجويف بالشكل ده كده. وطلع التجويف مناسب جدا مع المبخرة بالشكل ده كده. بس بدأت ان انا برضو اجيب القاعدة كده بتاعة المبخرة وبالقطر كده برضو هبدأ ان انا اشيل كده الجزء ده كده بالشكل ده، وده علشان لما اثبت المبخرة على الهلال تكون كده ثابتة معايا وكويسة لما الزقها بعجينة الجبس. بعد ما جهزت الهلال والمبخرة بالشكل ده كده هحطهم بقى دلوقتي على جنب. ودلوقتي محتاجين ان احنا نعمل قاعدة قوية كده نثبت الهلال عليها. انا هنا استخدمت البولة المدورة دي كده وحجمها كبير علشان تبقى كده قاعدة شكلها شيك زي بتاعة شي ان، كمان تكون ثابتة في نفس الوقت. ممكن تستخدموا قالب مربع او مستطيل اللي يعجبكم. وبدأت اصب فيها الجبس بالشكل ده واخبط خبطتين كده عشان اطلع اي فقاعات هواء او بابلز من الخليط. وبعد كده زودتها خليط جبس تاني عشان لقيتها كده محتاجة ان هي تعلى شوية عشان لما اثبت الهلال يثبت كويس. ثبت بقى الهلال بايدي كده لمدة دقيقتين بالشكل ده كده علشان يتماسك معايا كده في الجبس. لازم اتاكد انه مستقيم ومتوازن على القاعده كده واسيبه ينشف تماما قبل ما اكمل باقي الخطوات. وبعد ما سبتها لمده ساعتين ده شكله كده بعد ما الجبس نشف وبعد ما الهلال بقى ليه قاعده كده بالشكل ده. احط بقى الهلال كده على جنب ونيجي لاهم خطوه وهي تثبيت المبخره على الهلال. وعلشان اعمل عجينه الجبس جبت اي بوله كده عندي وبدات ان انا اجيب كده الجبس بتاعي والميه، وبدات ان انا احط كده في البوله 3 معالق جبس ومعلقتين ميه صغيرين، وهبدا ان انا كده اخلطهم علشان اعمل عجينه كده الزق بيها المبخره على الهلال. وافضل اقلب كده شويه لحد ما العجينه كده تبقى تقيله معايا. بعد كده احطها على جنب وهجيب الهلال وبالمعلقه كده بدات ان انا احط من الخليط ده كده على القاعده بتاعه المبخره بالشكل ده، وسبتها في ايدي كده.
وهاخد من العجينة دي تاني وهبدأ ان انا كده احطها على التجويف اللي عملناه في الهلال بالشكل ده كده بالراحة، وهثبت المبخرة بالشكل ده. وبإيديا كده بدأت ان انا املى الفراغات اللي ما بين الهلال والمبخرة بالشكل ده من ورا ومن قدام. بفضل احط كده من العجينة كده لحد ما اتأكد خلاص ان الهلال ثابت في المبخرة بالشكل ده، وبفنش كده بإيديا كده وانعم الشكل زي ما انتوا شايفين، علشان برضو لما ينشف محتاجش صنفرة كتير. وده كده شكلها بعد ما نشفت كويس وصنفرنا الزيادات بالشكل ده كده بقى شكلها حلو قوي، الفينش بتاعها طلع تحفة. هجيب بقى السبراي الدهبي ده كده وهبدأ ان انا ارشها بالكامل. ده كده بقى شكلها بعد ما رشيتها بالسبراي الدهبي بقى شكلها تحفة واحلى كمان من بتاعة شي ان. طبعا زي ما انتوا شايفين كده في بتاعة شي ان لونها ابيض، انا حبيت ان انا اعمل لها كده لون جولد كده ويبقى شكلها حلو جدا. بجد لونها حلو قوي وفي الحقيقة احلى من التصوير بكتير، يعني الاضاءة ظلمها جدا. خطواتها سهلة وسريعة، اي حد يقدر ان هو يعملها. تقدروا بقى ان انتوا تسيبوها كده او تزينوها كده بلمسة فنية من صنع ايديكم. كان ممكن ان انا اسيبها كده وخلاص، بس انا حبيت ان انا ازود لمسة شياكة اكتر. جاهزين للمفاجأة؟ ترى وده كده بقى شكلها النهائي. بجد اللهم بارك، طلع شكلها شيك جدا واحلى مما كنت متوقعه. زي ما انتوا شايفين كده حطيت احجار ملونه كده ولزقتها بمسدس الشمع، وطبعا تقدروا تسيبوها ساده او تزينوها كده بالمتاح عندكم. بس بصوا بقى الفرق لما نشتغل بايدينا بيطلع شكلها ازاي. شايفين اللون الذهبي كده واللمعه بتاعته مع الاحجار الملونه كده عاتيه فخامه وشكلها رقيق جدا على الطبيعه. اللهم بارك، بجد الشكل شيك قوي وتحس انك شاريه من محل ديكور. قولولي بقى رأيكم في الكومنتات، هي احلى ولا بتاعة شي ان اللي انتوا لسه شايفينها من شوية؟ اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات عشان انا متحمسه جدا ان انا اسمع رايكم. ممكن بقى تستخدموها كقطعه ديكور كده او مبخره حقيقيه. بجد كل اللي هيشوفها عندكم هيفكر ان هي قطعه جاهزه جايبينها من محل ديكورات، واحنا كل اللي عملناه من طبق بلاستيك وشويه جبس عملنا احلى مبخره على شكل هلال شيك جدا، وكمان احلى وارخص من بتاع شي ان اللي ب750 جنيه. تقدروا بقى ان انتوا تعملوه من صنع ايديكم ومش هيكلفكم 100 جنيه. وكمان حقيقي هتحبوا جدا ان انتوا تعملوا حاجه من صنع ايديكم كده في البيت، مش شرط توفير. ممكن ان انتوا تعملوا الحاجة كحب كده، ان انتوا عاملين حاجة مميزة بايديكم مش متوفرة عند اي حد تاني. وممكن كمان ان انتوا تستخدموها كده كفكرة مشروع. بجد حلوة قوي وسهلة وبسيطة. وده كده شكلها لما ولعنا البخور. تقدري بقى تبخري بيتك كده في رمضان او في غير رمضان، وفي نفس الوقت كده ممكن تستخدميها كقطعة ديكور تزيني بيها بيتك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه كده واتسليتم. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه الفترة اللي جاية. واكتبوا لي تحت في الكومنتات حابين تشوفوا ايه الفيديو اللي جاي. وطبعا اللي حابب يشوف الجزء الاول هسيب لكم لينك الفيديو ده في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت علشان اللي حابب يتفرج عليه. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا، سلام.